إذاعة الحوار من القاهرة تقدم على الطريق. إعداد وتقديم دكتور مصطفى الزرقاء. عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل عام وأنتم بخير. يسعدني ويشرفني أكون معاكم في برنامجكم الجديد على الطريق. برنامجنا يا جماعة مختلف عن كل البرامج اللي بتسمعوها. طب ليه؟ عشان بنقدم فيه كل جديد، بنحط المشكلة وحلها. وعلى الطريق مش مجرد كلام متزوق ولا عبارات مزركشة، لا بنعرف نلمع ولا بنورنش ولا بننافق ولا بنجامل. كلامنا صريح وواضح زي الشمس، كلامنا بيلسع ما بيحرقش، كلامنا بيوجع ما يموتش، كلامنا بيضرب وما بنخافش. على الطريق بنكشف فيه الفساد في كل مكان على أرض مصر المحروسة، وزارات ومؤسسات وشركات ونقابات وهيئات وجمعيات. مع الإعلام الدكتور مصطفى الزرقاء. خليكم معانا، ما تروحوش لبعيد عشان هتسمعوا معانا كل جديد. عزيزي المستمع، عزيزاتي المستمعة، بصراحة وحشتوني جدا، وهتكلم معاكم بموضوع في منتهى الغرابة بعنوان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعد الافتتاح الجميل لعيادة خالد بن الوليد خلال شهر ديسمبر الماضي، وبعد ما العيادة دي اتنقلت من كذا مكان من شارع البحر لعيادات الهلال الأحمر، وأخيرا عمارة مكونة من 6 أدوار شاملة كل التخصصات الطبية، وحاجة جميلة قوي بتخدم قطاع كبير جدا من المرضى، واتصرف عليها ملايين الجنيهات. وبصراحة الواحد مش عارف يلوم مين ولا مين على حاجة اتصرف عليها ملايين وتبوظ الطبخة عشان شوية ملاليم. نقلوها في حارة اسمها وصفي أبو الدهب في طنطا، متفرع من شارع النحاس. وللأسف الشديد هاتولي كده 100 واحد من أهالي طنطا واسألوه عن أبو الدهب ده ولا حارة وصفي أبو الدهب، أتحدى لو عرف 5 منهم فين حارة أبو الدهب دول. مفيش يافطة على المبنى ولا على العمود حتى المواجه للحارة بتاعت العيادة، ولا على ناصية مدخل شارع النحاس. وبعدين طب ما تيجي تبص الناحية التانية تلاقي يوفط كتيرة جدا بتوضح مستشفى المدينة الطبية، مستشفى خاصة أمامها من كل الشارع على جميع الأعمدة. طب اشمعنى دي حاجة يعني لازم نعذب الناس، لازم نبهدل الناس؟ تركب تاكسي يلف بيك حوالين المبنى كأنه بيلف حوالين الكعبة من النحاس أو شارع سليمان. مفيش حتى اسم اليافطة بتاعت وصفة أبو الدهب متعلقة على الحيطة اللي في الحارة، واقعة ومشبوكة بمسمار واحد ومقلوبة على ظهرها. مهزلة يعني، رغم ضغط الناس بسبب النقص الشديد في الأدوية وأسلوب بعض الأطباء في التعامل وحش والسيء مع الأمراض، ورغم كل ذلك والناس متحملة، وبعد كده يجيبوا مبنى مجهز بالملايين بدون يافطة واحدة تعرف الناس بعنوان العيادة. طب ليه نبهدل أصحاب المعاشات والمسنين والمرضى؟ أنا بتساءل، فين دور الأحزاب السياسية الفنكوشية اللي بيصرفوا بالملايين علشان كرسي البرلمان؟ أين دورهم على أرض الواقع لرفع المعاناة عن الناس الغلابة اللي بتكحوا تراب وتصفوا تراب؟ فين الخدمات اللي بيقدموها على أرض الواقع بدل المبادرات الوهمية عشان الشو الإعلامي والتلميع السياسي؟ فين الحزب القشاشي الجديد اللي مجند بعض الرموز السياسية اللي ما حالفهمش الحظ في دخول البرلمان عشان يعملوا عضويات جديدة وتوكيلات بيصرفوا عليها 500 و 600 جنيه لكل عضوية، والحساب وزي ما بيقولوا الحسابة بتحسب. طب انت بتصرف ملايين، كان الاولى يطبعوا دليل يوضحوا المصالح الرئيسيه في طنطا زي التموين والقوى العامله والمدارس والكليات والمعاهد والتربيه والتعليم. عايز اعرف الحكمه من تعذيب الناس. طبعا حاجه كمان ان انا افاجئ بان تم انتقال مقر الشارع العقاري المعروف من عشرات السنين بشارع المدارس امام مستشفى الحميات بطنطا، وكان موجود في الدور الاول. استغربت لما قالوا له في شارع البحر بجوار الغرفة التجارية، ونفس الكلام مفيش عليه يافطة توضح ان في شهر عقاري في المكان ده. خدوا شقة 5 نجوم وخدوها في ايه؟ بدل الدور الاول والثاني خدوها في الدور الخامس. شوف المهزلة،
المهزلة كمان حاطين على باب الأسانسير إن ده مقر الشهر العقاري، وممنوع استعمال الأسانسير للشهر العقاري، والشهر العقاري رواده يستعملوا السلم. والله العظيم يجب أن يحاكم من فكر في وضع هذا الإعلان على الأسانسير. وبعدين انت عاملين نظام جميل قوي قوي قوي، دفع كل الرسوم بالفيزا، ومعظم المترددين ناس طيبين من اخواننا البسطاء معهمش فيزة الاي تي ام. وطبعا اللي معهوش الحل موجود، ادفع عمولة 15 او 20 جنيه على كل رسم. مش كده وبس، ده عاملين دوسيه فاضي كده بيديهولك عليه شعار فنكوشي بيقول لك سجل وبلاش تأجل. ايه الكلام الحلو ده؟ سعره كام؟ 20 جنيه، والله ما يسوى 2 جنيه. دوسيه فاضي عشان تحفظ فيه اوراقك ومستنداتك. طب ما انا معايا شنطه مش محتاجه. لا، يقول لك ادفع. طب الانجع من كده، عندهم مكنه تصوير قديمه بتطلع لك صور ومشاهدات سودة وزي الهباب، وسعر الورق 5 جنيه والحسابه بتحسب. اتعجب يا جماعه موضوع الاسانسير وموضوع اليافطه الاعلانيه وعذاب المواطنين. هو يعني مش فارق، ده فرض عين على هذه الجهات تعذب الناس. ما عنديش كلمه واحده اقولها: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مش كده ولا ايه؟ على الطريق. إعداد وتقديم دكتور مصطفى الزرقاء.